السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة: الزمالك ممنوع في الإمارات. مجلس أبو ظبي الرياضي منظم مباراة كأس السوبر المصرية في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بين الأهلي وبيراميدز أعلن رسميا اليوم منع دخول أي متفرج إلى المباراة إذا كان مرتديا فانيلة الزمالك، أو إذا كان ممسك بعلم الزمالك، أو معاه أي شعار يدل على نادي الزمالك. أي واحد مع الكلام ده هيتمنع من دخول الملعب، وهيتم مصادرة تلك الأشياء على الفور. مفروض إن ملعب محمد بن زايد بكرة يخلو تماما من أي شيء يتعلق بالهاربين بالمنسحبين من المباراة. تخيل مجلس أبو ظبي للرياضة النهاردة وهو مطلع قائمة الممنوعات، ايه الحاجات اللي ما يخطيهاش المتفرج معاه وهو داخل عشان يسمح ليه بالدخول. طبعا ممنوع اللافتات السياسية، ممنوع الشماريخ، ممنوع المقذوفات، الألعاب النارية، وكذلك علم شعار الزمالك. قبل 30 ساعة من مباراة الأهلي وبيراميدز بكرة في السوبر 30,000 تذكرة تم بيعها، فاضل 2000 تذكرة بس. على نهاية البرنامج اللي أنا بسجله ده هيكونوا اتباعوا كمان 2000 تذكرة. لغاية امبارح، لغاية الإعلان الرسمي لنادي الزمالك الانسحاب، كان عدد التذاكر المباعة 16,000 تذكرة لجمهور الأهلي من أصل 16,000 تذكرة مخصصة لي، وأقل من 1000 تذكرة لجماهير الزمالك من أصل 16,000 تذكرة مخصصة للزمالك. أول ما الزمالك انسحب ومجلس أبو ظبي للرياضة فتح التذاكر للجميع دون تحديد، كل تذاكر الزمالك اتباعت، كلها اتباعت، ما فاضلش غير 2000 هيخلصوا في الساعة دي. لعل مجلس أبو ظبي للرياضة أسعد ناس بانسحاب نادي الزمالك، التذاكر كلها اتباعت والمشاكل راحت والجمهور زاد والإيراد تضاعف، كل حاجة ماشية صح بعد انسحاب الزمالك. إنما الإمارات أعلنت خلاص رسميا الاثنين حكام الفيديو اللي هيكونوا موجودين في غرفة الفيديو، عمر محمد العلي وجاسم عبد الله العلي، الاثنين هيتواجدوا في الفيديو علشان يساعدوا البنا خلال المباراة. كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي النهاردة في المؤتمر الصحفي قالها بصوت عالي: الأهلي ما بيشبعش بطولات، وده بيتفق مع شخصيته. المدرب السويسري برضه ما بيشبعش انتصارات وبطولات، وقال ان هو مجهز فريقه كويس، وكل اللي حصل ان هو ضيع وقت شوية في دراسة الزمالك قبل ما يعرف ان الزمالك انسحب. كولر في المؤتمر قال بيراميدز فريق قوي وعنده دوافع انه يلعب وانه يكسب اول بطولة ليه، ولذلك لازم كل لعيبة النادي الاهلي تعمل حسابها على الموضوع. محمد الشناوي كابتن الأهلي في المؤتمر الصحفي في أبو ظبي طمن الجمهور، قال لا، الفرقة مركزة، التشتت اللي حصل والفوضى اللي حصلت ما أثرتش كتير على الفريق، والفريق مركز، والفريق عارف قد إيه قيمة مباراة بيراميدز وقد إيه قيمة كاس السوبر. النهاردة الأهلي بيتدرب إن شاء الله الساعة 7:30 مساء في ملعب محمد بن زايد ملعب المباراة، وده آخر تدريب ليه قبل خوض اللقاء غدا بإذن الله. بمناسبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي أو هروب الزمالك أمام الأهلي، عايز أقول لكم إن خلاص كده رسميا 22 سنة ورا بعض، 22 ده رقم أبو تريكة اللي انتوا كلكم بتحبوه، 22 سنة ورا بعض لمباريات كأس السوبر المصرية والزمالك بلا أي فوز على النادي الأهلي. الزمالك لم يحقق الفوز في تاريخه على النادي الأهلي في أي مباراة لكأس السوبر. اتقابلوا 8 مرات، الأهلي كسب 4 مرات وتعادلوا 4 مرات. الأهلي كسب 2-0 سنة 2008 أحمد حسن ومعتز إينو، كسب 3-2 2015 مؤمن زكريا ويوم وقفة رمضان صبحي على الكرة،
كسب 3-2 في برج العرب الشمسية بتاعت حسين الشحات من فوق النقاز سلامة ظهره والجونين بتوع أجاي. كسب 2-0 في أكتوبر اللي فات برونو سافيو وكريم فؤاد. 4 مرات كسبنا الزمالك في السوبر، و4 مرات خلصوا بالتعادل، وال4 مرات خلصوا 0-0. مرتين الأهلي خد فيهم الكاس بركلات الترجيح سنة 2003 و2014، ومرتين الزمالك خد الكاس بركلات الترجيح 2016 و2019. إنما في ال8 مباريات مفيش مباراة انتهت في وقتها الأصلي أو في وقتها الإضافي بفوز الزمالك على الإطلاق. الأهلي كسب السوبر السنة اللي فاتت من الزمالك، وإن شاء الله لما نكسبه السنة دي هنبقى أول فريق في تاريخ الكرة المصرية يكسب السوبر المصرية مرتين في سنة. إن شاء الله إن شاء الله. احنا كسبنا السوبر 12 مرة، منهم 6 من الزمالك، وإن شاء الله المرة دي تبقى ال13 أول مرة نقابل بيراميدز في كأس السوبر. احنا لسه مقابلينه أول مرة برضو في كأس مصر. إن شاء الله التاريخ يقف مع النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله في مباراة الغد. مباراة صعبة صعبة صعبة، ولازم بقول لكم اهو مباراة صعبة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيها بإذن الله. بتحدى إدارة نادي الزمالك، بتحدى قناة الزمالك، بتحدى إعلام الزمالك. لو الزمالك قدم شكوى للفيفا واتقبلت قبلوني. الشكوى اتقدمت واترفضت، لما هيروحوا تاني هتترفض تاني. خلاص الموضوع اتقفل. موضوع الزمالك والفيفا اتقفل. لازم الموضوع بتاع الشكوى يتفتح في مصر الأول وبعدين تروحوا للفيفا. الفيفا النهاردة عطل الزمالك على قفاه في الشكوى اللي كان مقدمها عشان يوقف إقامة مباراة السوبر ويعاقب الأهلي واتحاد الكرة المصري والكهرباء. لكن اللي قوم الموضوع في نادي الزمالك وعمل الضجة دي كلها النهاردة ان الزمالك هيروح للفيفا، ان سلمان وهدان عضو مجلس الإدارة فضحهم. طلع وقال الزمالك مش هيروح للفيفا. بدل ما يقول احنا رحنا للفيفا واترفضنا، قال الزمالك مش هيروح للفيفا. المختل هيتجنن بعد ما فضحناه وبعد ما قلنا كل حاجة على التفاصيل بتاعة الشكوى اللي قدمت للفيفا واترفضت. المختل اللي كل مصر امبارح استغربت انه حضر مؤتمر الحوار الوطني، طالع النهارده يقول ان جاله تهديدات بالعزل والحبس بعد ما انسحب من السوبر. المهم النهارده المختل خلص على سلمان وهدان اللي هو عضو مجلس إدارة الزمالك، ويستاهل. يستاهل كمان ياخد اكتر من كده. يا ما قلت لكم من أعان ظالما ذل على يديه، وده تقريبا المذلول رقم 1000 من الزمالك على ايدين مرتضى منصور. سلمان وهدان اللي لما كان مرتضى في السجن كان كل يوم طالع يقول لك وهنروح لمرتضى وهنروح له السجن وهو هيرجع رئيس ومش اشرب. النهارده مرتضى كتب بيان هزلي هزق فيه عضو مجلس الإدارة اللي اسمه سلمان وهدان. قال له انت ما بتمثلش غير نفسك، اوعى تفتكر انك بتمثل مجلس إدارة الزمالك. انت يا وهدان مش من حقك تنطق، انت تسكت خالص واحنا اللي نقول، وانت تفضل كده كأنك مش موجود. وكتب ان كل اللي قاله وهدان غير صحيح. والله العظيم الراجل ده في نادي الزمالك الراجل المناسب في المكان المناسب، لان بقالنا دلوقتي حوالي 20 سنة ما فيش زملكاوي ما تهزقش على ايده. هزق كمال درويش، وهزق محمد حسن حلمي، وهزق ممدوح عباس، وهزق حسين لبيب. ما سابش حد الا وتهزق منه كلهم من اولهم لاخرهم. طبعا غير اللعيبه القدامى واللعيبه الجدد والصحفيين واطلع بره وادخل جوه، بس واضح ان في كتير منهم بيحبوا التهزيق للاسف. يعني النهارده مثلا حسين لبيب اللي كان ماسك رئيس اللجنه اللي مرتضى عمل فيه كل حاجه وفرش له الملايه وجاب له القديم والجديد، النهارده طالع بيدعم قرار مرتضى في الانسحاب وبيقول لك قرار سليم وصحيح. يستاهلوا والله العظيم. نادي مختلط فعلا، اللي سماه المختلط ده عبقري. شوف الكلام ده بقاله ايه، يمكن 1900 وكذا، واخد بالك؟ لان هو تاسس قبل ما تاسس ما كانش اسمه المختلط، انما لما في بدايه القرن اللي فات
اللي سماه المختلط ده عبقري، كان عارف انه هيبقى مختلط، ما كان كل حاجة واضحة في نادي المختلط. انما المختلط ده عامل رعب للمسؤولين في مصر. كان طبيعي جدا بعد ما الزمالك انسحب من مباراته ضد الاهلي يوم 5 مايو في كاس السوبر في ابو ظبي ان اتحاد الكرة يحدد مباراة لنادي الزمالك في الدوري العام يوم 5 مايو، لانه بقاله من 26 ابريل ما لعبش. نادي بقاله 10 ايام كاملة ما لعبش ولا ماتش في اي مسابقة رسمية، يبقى يتفضل يلعب اي ماتش. انما الرابطة جبانة وعامر فحمة اجبن واجبن واجبن، وكده الزمالك هيفضل مرتاح في الدوري من 26 ابريل ل 13 مايو. لعب سيراميكا 26 ابريل وهيلاعب الاسماعيلي 13 مايو. فترة اعداد يقضيها المدرب الكولومبي الجديد اوسوريو مع اللاعبين، انما تفضل الكورة في مصر ماشية شمال ومحدش هيقدر يرجعها تاني للاصول على الاطلاق. في نفس الوقت ماتش الاهلي وحرس الحدود اللي متحدد له يوم 9 مايو في الدوري العام لحد دلوقتي ما صدرش قرار بتأجيله، رغم تحديد موعد مباراة الأهلي والترجي في تونس يوم 12 مايو، ورغم إعلان النادي الأهلي أنه هيسافر يوم 9 مايو إلى تونس. حتى هذه اللحظة لا الرابطة ولا عامر فحمة أعلن تأجيل ماتش الأهلي وحرس الحدود، بينما الإخوة المحترمين في تونس أعلنوا تأجيل مباراة الترجي المقبلة في الدوري مع الاتحاد التطواني علشان الترجي ياخد فرصته الكاملة في الاستعداد للنادي الأهلي. الترجي لعب امبارح، يعني لعب يوم 3 مايو ضد الصفاقسي في الدوري، وهيرتاح لغاية يوم 12 مايو عشان يلعب مع الأهلي 9 أيام. بينما الأهلي هيلعب بكرة يوم 5 مايو في أبو ظبي كمان مش في مصر، ومباراة فاينل كاس، وبعدين محطوط له الحرس الحدود في القاهرة يوم 9، وبعدين يلعب في الترجي يوم 12. الناس دي لو عندهم شياطين وأبلسة بتكره الأهلي مش هيعملوا في النادي الأهلي أكتر من اللي بيعملوا. النادي الأهلي من ناحيته بيستعد خلال الأسابيع اللي جاية لبطولتين كبار 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 كبار، واحدة في كرة اليد واحدة في كرة السلة. كرة السلة رايحين إن شاء الله بطولة إفريقيا في رواندا بعد ما تأهلنا للنهائيات، ومن فضل الله الإدارة نجحت في التعاقد مع المحترف فاكوادي عشان يدعم القائمة. في كرة اليد ما تعاقدناش مع أي لاعب أجنبي. النادي الأهلي هينظم في صالته نهائيات كأس السوبر الإفريقية، الزمالك هو المنافس الأقوى، وهينظم كأس الكؤوس الإفريقية برضو بعد كأس السوبر. الأهلي كل اللي دعم بيه فريقه علي زين نجم النادي الأهلي السابق الموجود الآن في دينامو بوخارست الروماني، الأهلي رجعه على سبيل الإعارة يضمن مركز الباك الشمال. وبعدين الأهلي للأسف بعد ما حارسه الأول محمد عصام الطيار احترف في نادي لايبزيج الألماني، وبعد ما حارسه الثاني عبد الرحمن حميد اتصاب بقطع في الرباط الصليبي وهيغيب 8-9 شهور، اضطر النادي الأهلي انه يستعين بحارس مرمى نادي البنك الأهلي أحمد وليد عشان يبقى مع عبد الرحمن طه في حراسة المرمى. بعد ما بلغني ان الصحفي عمرو الدردير تطاول امس، انا الحقيقة لا ارد مطلقا على اولادي. هذا من دور اولادي. ده سنة 2001 يناير 2001 تصادف انه كان هو مراسل الاهرام في بطولة العالم لكرة اليد في فرنسا اللي كنت بغطيها واللي منتخب مصر طلع الرابع، ونظرا لانه كان صحفي ناشئ وصغير حرصت على مساعدته وعلى تعليمه. ويشهد على ذلك الصحفي عبد اللطيف اسماعيل الموجود حاليا في اخبار الرياضة، كان موجود في كل الحصص وفي كل المرات اللي حرصت فيها على مساعدة عمرو الدرديري وعلى توجيهه. الحمد لله الحمد لله كل اللي الواحد عمله ما نجحش وما وفقناش فيه، لكن هو ده نصيبك. مش دايما كل اللي بتعلمهم بيطلعوا شاطرين، ومش دايما كل اللي بتعلمهم بيطلعوا أوفياء. في مجموعة بيفضلوا أوفياء لحتة واحدة بس. جمهور الزمالك سيظل أوفياء للزمالك.